الزمالك وبيراميدز عايزين يبوظوا صفقة رضا سليم لاعب النادي الجيش الملكي المغربي المنتقل إلى النادي الأهلي بأي وسيلة وبأي تمن. من الآخر هم عاوزين رضا سليم لا إما يلعب في الزمالك لا إما يلعب في بيراميدز، المهم إنه ما يلعبش في النادي الأهلي. كلنا تابعنا اليومين اللي فاتوا وسمعنا كلنا التسريب الشهير بتاع العالمي أحمد حسام ميدو وهو بيتكلم مع أحد الأشخاص القريبين من وكيل اللاعب إن هو عاوز يعمل زوم ميتنج مع اللاعب ووكيله، وعاوز يعرض على اللاعب إنه ينتقل لنادي الزمالك لأنه شايف رضا سليم موهبة قوية جدا وهيفيد نادي الزمالك. بل كمان قال معلومة أخطر وأخطر عاوزين نفضل فاكرينها كويس جدا، ان قالك ان رضا سليم لو اتعرض على الزمالك واشرف بن شرقي هيفضل رضا سليم في الفترة الحالية. نفس الامر ما اكتفاش مسؤول بيراميدز وتحديدا ممدوح عيد. يمكن ممدوح عيد كان في جولة خارج البلاد، كان في البرتغال وطلع من البرتغال على المغرب على حس توأمة ما بين بيراميدز والرجاء المغربي وانتقال اللاعبين زي فخري لقاي على سبيل شراء نهائي واللاعب محمود صابر على سبيل الإعارة، ويبدأ برضو بيراميدز ياخد من الرجاء المغربي بعض اللاعبين. وهنا استغل الفرصة كابتن ممدوح عيد واتكلم مع المسؤولين في نادي الجيش الملكي المغربي ان هو عاوز يضم اللاعب رضا سليم لبيراميدز، وقال لك انا هدفع اكتر من الاهلي مرة ونص، يعني لو الاهلي دفع 1,000,000 هدفع 2,5 مليون. المهم ان اللاعب يلعب في بيراميدز. ضغوط من نادي الزمالك عن طريق ميدو، ضغوط من نادي بيراميدز عن طريق ممدوح عيد علشان يوقفوا الصفقة بأي تمن. ليه عاوزين يوقفوا الصفقة؟ طبعا نادي الزمالك عاوز صفقة كيدية، عاوز صفقة يعني يرضي بيها جماهيره بعد صفقة إمام عاشور. قال لك احنا خدنا قلم جامد قوي في الصفقة دي فاحنا مش هينفع نسكت، احنا لازم نردها. طب ما الكلام ده صح ولا غلط؟ كلام غلط. نادي الزمالك علشان يبدأ يعمل صفقات ويبدأ يقف على رجليه مرة تانية وينافس الفترة الجاية لازم يعمل صفقات اللي هي تفيده فنيا، يعني يشوف احتياجاته الفنية ايه. رقم 2 امكانيات المادية. يبقى علشان تعمل صفقات مميزة لازم تبص للنقطتين دول. لكن انا اروح اجيب لاعب الاهلي بيفاوضه والاهلي شبه مخلص معاه علشان تبقى صفقة جماهيرية او صفقة كيدية، هم خدوا امام عاشور احنا جبنا لكم رضا سليم اللي هم كانوا مخلصين معاه، الكلام ده في الاخر ما بينجحش. نفس الامر بالنسبه لبيراميدز. بيراميدز عايز يجيب الصفقه ليه؟ لان بيراميدز معمول علشان النادي الاهلي. بيراميدز مش شايف قدامه الا النادي الاهلي، كانك بتتفرج كده على فيلم غرام وانتقام، مفيش قدام عينيه الا الاهلي. طب الاهلي داخل في صفقه رضا سليم، سواء بيراميدز محتاج رضا سليم او مش محتاجه، المهم ان انا اخش ابوظ الصفقه على الاهلي واجيب اللاعب لبيراميدز باي ثمن. ولكن كانت المفاجأة الغير متوقعة والمفاجأة الكبيرة بالنسبة لهم رفض النادي المغربي ورفض الوكيل وأيضا رفض اللاعب، لأن الناس بشكل كبير سواء في نادي الجيش الملكي المغربي أو اللاعب رضا سليم والوكيل بتاعه مخلصين كل حاجة مع النادي الأهلي، يعني خلاص مفيش كلام، احنا مش هنرجع في كلمتنا. وتاني حاجة رغبة اللاعب الأولى والأخيرة ان هو ان انا ألعب في النادي الأهلي، عاوز ياخد تجربة مع كبير أفريقيا مع نادي القرن الأفريقي. طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجة، ولكن طبعا الأزمات اللي بيمر بيها على عكس الناحية التانية الأهلي واخد كل البطولات. الأهلي في شهر 10 هيلعب بطولة السوبر ليج الأفريقي واللاعب عاوز يشارك فيها. الأهلي في شهر 12 إن شاء الله هيلعب كأس العالم للأندية في السعودية، فاللاعب نفسه يلعب كأس عالم. فكان قرار اللاعب ان انا مش هلعب الا للنادي الاهلي رغم الضغوطات اللي بتحصل من نادي الزمالك ورغم الاغراءات المادية الكبيرة اللي بتحصل عن طريق نادي بيراميدز، ولكن اللاعب في الاخر متمسك انه يلعب للنادي الاهلي. اتمنى من ادارات الزمالك وبيراميدز تشوف الاحتياجات الحقيقيه اللي هم عايزينها، مش امشي ورا الاهلي وخلاص. يعني ميدو مودي الزمالك في سكه لا رجعه ليها.
قعد يقول لك ده احنا قبل البطولة العربية هنجيب 3 لاعبين و3 صفقات سوبر وهنخش، ولا في اي حاجة. برضو قبل كده سوح نادي الزمالك في الانسحاب من بطولة السوبر امام النادي الاهلي، وفي الاخر كل الزملكاوية رجعوا ندموا ان هم انسحبوا. برضو كان صفقة القرن وخالد الغندور يطلع واحنا هنجيب صفقة القرن، وتلاقي كله كلام في الفنكوش علشان يصبروا الجماهير ويهدوا الجماهير، ومفيش اي كلام من ده بيحصل خالص. عكس النادي الاهلي المتفوق حاليا في كل شيء، ورغم كده بيعمل صفقاته بهدوء برزانه. خلص امام عاشور، وادي رضا سليم خلاص خلص، ان شاء الله باذن الله رضا سليم هيوصل مصر يوم الاحد للكشف الطبي الاول النادي الاهلي يعمله، بعد كده يمضي العقود ويقدم اللاعب يكون لاعبا في النادي الاهلي علشان تكون الصفقه الثانيه هذا الموسم. يمكن نفس المحاولات دي بتحصل مع المهاجم البرازيلي سوزا اللي هو بيلعب في النادي الكوري، برضو في لعب من تحت لتحت عن طريق احمد حسام ميدو وعن طريق ممدوح عيد في بيراميدز، عاوزين يعطلوا الصفقة، برضو عاوزين يبوظوا الصفقة، علشان كده الصفقة لحد هذه اللحظة متأخرة. بيحاولوا يقنعوا النادي الكوري ان اللاعب ما ينفعش يطلع بأقل من 4 مليون دولار ولازم ياخدوا مقابل مادي كبير، وبيراميدز بيحاول يعرض ارقام كبيرة، وتحس ان الموضوع بقى هوس، الموضوع بقى موضة. يعني بدل ما بيراميدز يفكر في احتياجاته الفنية ويشوف هو محتاج لعيبة قد ايه علشان يبدأ بيها الموسم الجديد، نفس الامر بالنسبة لنادي الزمالك اللي عنده مشاكل فنية بالجملة، بدل ما يفكر في لاعب واثنين وثلاثة يفاوضهم ويشتغل عليهم، بيجروا ورا صفقات الاهلي، بيجري ورا رضا سليم، بيجري ورا سوزا، عايز يبوظ هنا وعايز يبوظ هنا، في مشهد غريب ومشهد كوميدي بصراحة بنشوفه في الكورة المصرية. في الآخر بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك بتتابعنا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.